السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عامله لكم اكله حلوه قوي. انسي اي طريقه للفراخ وجربي الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. جبت جزر الكميه اللي انت عاوزاها حسب كميه الفراخ بتاعتك. هبشره. خلاص هنبشر الجزر بتاعنا. وبصلايه كبيره حلوه كده. لو ما عندكيش بصل كبير يبقى بصلتين 3 وسط. كل دول هنبشرهم مع بعض. هتعجبكم جدا ان شاء الله. مش تعرفي بقى ده فراخ محشية، حمام محشي. يعني بصي طعمها حلو قوي، مختلفة خالص. خلاص كده خلصنا البشر. خلاص كده هبتدي بقى ايه، احط التوابل بتاعتي. بس اهم حاجة في الخلطة دي شوية طماطم من الفريزر، اللي انتي مفرزاها. ما عندكيش مفرز، حطي معلقتين صلصة. خلاص. هقولك ليه المفرزة، بس احط لك التوابل الاول ونقول ايه هي. معلقة فلفل اسود، معلقة بابريكا، نص معلقة 7 بهارات، يعني نص معلقة بس. نص معلقة كزبرة ناشفة. والملح بتاعنا بقى. بس كده التوابل بتاعتي اللي هحطها، مش هحط حاجة تاني. اقولك ليه بقى الصلصة بتاعتنا تبقى مجمدة. هحط شوية زيت حلوين كده محترمين عشان يطرولك الفراخ. لازم الزيت. الصلصة تكون متلجة، بتنفع في حاجة واحدة، بتخليلك الفراخ متماسكة. بتخلي الخلطة دي ماسكة في الفراخ، ما بتفكش خالص. جربي وقوليلي. هعصر ليمونية. ليمونية كبيرة كده، مش هحط خل، هحط ليمون بس. خلاص كده هدعكهم بقى بايديا. لازم الخطوة دي. لو عندك كلافز يبقى احسن، ما عندكيش خلاص مفيش مشكلة. كلنا بنشتغل في بيتنا من غير جوانتيات ولا كلافز ولا غيره. عشان بس ما حدش يدخل لي في الفيديو ويقول ايه، ومش معلش انا في بيتي انا بعمل الاكل ليا ولولادي، ما بعملوش لحد. خلاص هندعكه حلو قوي كده. ايدينا نضيفة وزي الفل من كتر ما هي واقفة تحت الحنفية ما بتخلص. فيعني ايه، عندك جوانتي يا ريت، ما عندكيش خلاص. اهي الفراخ. احوش الجلد كده وانزل بالحشوة دي تحت الجلد. شايفة الحشوة ماسكة ازاي؟ شايفة الحشوة ما بصي ما بتقعش خالص، ماسكة قوي. اهي هنملى كده تحت الجلد كويس. واحط على جنب. املى تحت الجلد، احط الفراخ بتاعتي كبيرة. الورك نفسه كبير، بس انا قسماه نصين لانه فعلا كبير جدا. عشان اخد اعمل الخطوة دي. فاهميني؟ اهو. بحط الحشوة كده. الحشوة دي بتبقى طعمها وبتدي للفراخ طعم، يا جماعة لازم تجربوها. الدبوس اهو برضو، شايفة الدبوس ما شاء الله كبير برضو. هحط الحشو تحتيه كده حوالين داير. الدبوس بقى تلفيه حوالين داير كده وتنزلي الحشو تحتيه. اهو. وطلعي الجلد هتلاقيها مسكت فيه وما تفكتش خالص اهو، شايفة. الحشوة دي حلوة جدا لحاجات كتير بصراحة. خلاص اهم حاجة تحطي صلصة من الفريزر تكون ماسكة نفسها قوي. خلاص كده خلصت الكمية كلها. وادعك الفراخ كده بالتتبيلة دي. تدعكيها كده بايديكي. اهو شايفة عامل ازاي. خلاص احطهم في الطبق تاني. هنقول هنعمل ايه. خلاص اهو هزود كده. انا بحبها قوي التتبيلة دي، بتبقى طعمها حلو قوي. خلاص. احط اكون مقطعة شوية بصل تاني. لازم الخطوة دي. ودوقي بقى البصل ده تحت الفراخ وادعيلي. بجد والله. خلاص كده احط الفراخ بتاعتي، ارجع الفراخ بتاعتي. اهو. من غير مية خالص، نوطي النار. عاوزة تحطيها في الفرن حطيها.
من غير ما اوطي النار، من غير ما احط ميه، اوطي النار عليها، هتستوي وتبقى طعمها حلو قوي. كبد وقوانص بقى بتاعتك اهي. خلاص، من غير ما تحطي ميه، وطي النار خالص، غطيها، ما عندكيش غطا، بفويل، حطيها على عين البوتاجاز شويه، نار هاديه، تستوي براحتها خالص. عاوزه تزودي شويه ميه صغيره، زودي شويه ميه، رشه فلفل اسود ورشه ملح على الوش وخلاص كده. هحط الغطا بتاعي، ما عنديش غطا زي ما قلت لك، فويل اهي. فراخنا تستوي عادي اهي، استوت ما شاء الله. شايفه اللون وشايفه شكلها عامل ازاي. قبل ما احطها في الفرن ننزل كده التتبيله عليها، ارش التتبيله عليها عشان تاخد لون حلو وهي طالعه. شايفين بجد اللون والريحه والطعم، ما اقولكيش عليه، لازم تجربيه. وما فكتش والحشو ما تكبش منها. هحطها في الفرن تحت الشوايه تاخد اللون، واطلعها اوريها لك دلوقتي اهي. ما شاء الله بصراحه حلوه جدا، طعمها حلو. الحشو مدي حته الفراخ شكل حلو قوي في العزومات. تحس ان حته الفراخ القطعه بقت كبيره قوي. زي ما انت شايفه كده. اغرف دلوقتي واوريكي. احلى حاجه تتاكل بعيش بامانه يعني. عندك رز براحتك، بصي اللي انت عاوزاه. شايفه الصوص عامل ازاي. حطي التتبيل، الرز، الصلصه دي حلوه قوي، الصوص بتاعها حلو جدا جدا. خلاص هنحط اللي احنا عاوزينه بقى، تغرفي براحتك اهي. زي ما انت شايفه. طلعي كده الصوص كده، والكبده فيها فظيعه. حته الكبده فيها فظيعه يا جماعه، بتبقى طعمها حلو قوي الكبده جواها. خلاص، شويه عيش كده حلوين، شويه عيش حلوين اهو. وكلي احلى فراخ بالصوص. بصراحه احلى فراخ بالصوص تحفه، ريحه وطعم حاجه كده ما شاء الله. اتمنى الوصفه تعجبكم وجربوها يا جماعه، حلوه جدا. بقولك بالعيش حكايه. عندك شويه رز كمان حطي، مفيش مشكله. شايفه الصوص عامل ازاي. بجد والله حلو قوي، طعم وريحة. اتمنى الوصفة تعجبكم وتقولوا لي رأيكم. وبألف هنا. اهو شايفة الخليط من جوه حشو عامل ازاي اللي حطيناه. شايفة اللحمة عاملة لا حلوة قوي. واتمنى الوصفة تعجبكم وتقولوا رأيكم. وبألف هنا ومع السلامة.